السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ مع بعض فيديو تشجيعي تحفيزي جميل الدل على الخير زي ما قلت لكم كفاعله. النهاردة من أواخر أيام رمضان الشهر الكريم، وأحب أن أختم الشهر الكريم بعمل صالح، فكنت متطوعة زي ما قلت لكم إن أنا موكلة لعمل طيب والحمد لله. فأنا النهاردة عايزة أوريكم الفطور الجميل لآخر أيام رمضان. لأن آخر أيام رمضان كل ما بيجي الآخر كل ما ربنا بيتضاعف من العتق من النار. فكنت أحب إن يعني ربنا ينظر ليا ويرفع أعمالي وأنا بعمل حاجة جميلة، وأنا مبسوطة جدا بالعمل اللي أنا عملته. طبعا هنبدأ النهاردة نعمل مائدة جميلة قوي، والمائدة دي كانت تحفة. عملنا طعام. ما حبيتش أتعب نفسي كتير لإني طبعًا أواخر رمضان في طبعًا إن إحنا بنبتدي نتهجد وبنصلي، وفي نفس الوقت عايزة أعمل عمل صالح وطيب الحمد لله، وباقول لكم كده علشان كلنا نتشجع ونعمل العمل الجميل ده ولو بطبق واحد. أنا عملت إيه، جبت طبعًا ده تطوع مني مش أكتر، مش أنا اللي عاملة الأكل الجميل ده، أنا متطوعة وفرحانة جدًا إن ربنا ألهمني إني أعمل العمل الصالح الجميل. جبت 6 كيلو من الأرز البسمتي، قررت أعمل وجبة سهلة وجميلة. هابتدي أعمل الرز جميل أوي بطريقة حلوة، جبت بهارات لوري وحبهان وزعفران وكاري وبهارات، وحطيت المَيّة وابتديت تغلي المَيّة معانا. هاعمل رز خفيف جدًا علشان المعدة وبطريقة سهلة أوي. هابتدي أعمل كده شوربة حلوة بالمرقة والحبهان والزعفران وورق اللوري والكاري، وكوباية من لإن ده 2 كيلو، فخدت كوباية من الزيت علشان الرز عندنا يكون مفلفل وجميل. نزلت بيها على المَيّة، أول ما المَيّة تغلي الحلة دي أخدت 2 كيلو من الرز البسمتي. أنا عملت 6 كيلو يعني كل 2 كانوا في حلة. هيرموا معايا كتير وهيعملوا شغل عالي جدًا وهيعملوا أطباق كتير، لإن الرز البسمتي الكيلو بمقام 2 كيلو. سقطتهم على المَيّة السخنة أو الشوربة الجميلة اللي أنا عملتها وسِبتها بقى تغلي، وهابتدي مجرد ما المَيّة تتبخر معانا، طبعًا إحنا عارفين الرز بيتعمل إزاي. هابتدي أوطّيه وأسيبه بقى يتشرّب، وكنت اليوم ده صاحية بدري جدًا علشان أنا عايزة الساعة 15:00 أبتدي الحاجات دي أروح بيها أو نروح بيها المكان اللي إحنا هنروح بيه، طبعًا ناس مستحقية جدًا، وعمومًا ده إفطار صائم أيًا كان الصائم، تمام. خلاص اتفلفل الرز الجميل، شُفتوا اللون الكهرماني الجميل، عملته بطريقة حلوة وبالزعفران، والرز بصراحة كان مغري جدًا وريحته تحفة. لإن إحنا بنقدّم لربنا، فنقدّم له أحلى حاجة عندنا، وحتى والله التعب الواحد ما كانش حاسس بأي حاجة. أهم حاجة، وعلى فكرة أنا كنت باعمل الشغل ده كلّه الطبخ لوحدي، فكنت مبسوطة وكان عندي طاقة غريبة والحمد لله. كده خلّصت 3 من الحِلَل الكبيرة من الرز البسمتي بطريقة الفنادق التحفة زي ما إحنا شايفين. طبعًا شِلت كل الحبّهان واللوري وحطيته في ورقة كده فويل وغطيته وسِبته برضه إن الريحة تطلع تاني على الرز. كده خلّصنا الرز وزي الفل وجميل جدًا. طبعًا شويت فراخ برّه علشان مع يعني ما اليوم كان صغير معايا. رُحت المحل وجِبنا الفراخ وذبحناها وشويناها في المحل نفسه، وجات لي الفراخ الساعة 13:30 أو 14:00 تقريبًا، وابتدينا وشكرًا للي ساعدوني في إن إحنا نعمل الأطباق الجميلة، أخدتوا الثواب، ربنا يبارك فيكم وفي عمركم، وإنكم تعبتوا معايا في تحضير أكتر من ما شاء الله. يعني أنا شايفة إن أكتر من 80 فرد كان فطروا معانا اليوم دهوّة، وكان يوم جميل وخفيف وكنت فرحانة جدًا، وربنا يتقبل أيام رمضان الجميلة. يا ريت كل واحد فينا ولو أكله لو زوّد طبق وادّاه لحد بيحبه، لجار، لأي حد، دايمًا هاقول لكم الكلام ده. أخدتِ كده ما شاء الله يعني ثواب إفطار صائم. الطبق كان عبارة عن
رز بسمتي وربع من الفرخة المشوية وعلبة الطحينة، وكان في عصير اللي هو العصاير المُعلبة. كنا مش عايزين نعمل مجهود كتير وفي نفس الوقت نقدّم حاجة جميلة، ولإن اليوم كان ضيّق جدًا وعملنا الوجبات الجميلة التحفة، وكل من شارك معايا في العمل الطيب ده أكيد أخد الثواب وأخد ثواب الصايمين، والحمد لله إن ربنا بيوفقنا لعمل صالح. وكان في أطباق طبعًا خلصت المقفولة، جِبت أطباق عادية لإن الوقت كان ضيّق جدًا، وابتديت أحط الرز وابتديت أحط عليهم برضه نفس الفراخ والطحينة، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كلنا نعمل بقى كده ونتعاون مع بعض بمبلغ كده بسيط كلنا مع بعض، ونقوم بيها وناخده إفطار صائم، وبيبقى يوم جميل وربنا يتقبّل. هو في أحلى من رمضان؟